القرآن الكريم، فأقول تاج القرآن الكريم عاد للإشراق، يعنى بكلام الواحد الخلاق، ليذر النور كالكوكب البراق من بعد ليل طامس الآفاق. هو وجهة للطموح التواق، هو طهارة بمكارم الأخلاق. ما شاء الله. تكتب شعرا كذلك؟ لا، أنا لقائله طبعا. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. يعني كذلك أتحدث في هذه النقطة بالتحديد، أنت تتحدث اللغة العربية بكل طلاقة وبكل فصاحة، ولكن متخصص في مجال علمي. اليوم الكثير من الشباب الذين يهتمون باللغات الأجنبية، باللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية وغير ذلك، لكن لا يهتمون باللغة العربية. أنت ما شاء الله تخصصت في مجال علمي، في مجال الفيزياء، لكنك كذلك تتقن اللغة العربية. نتحدث عن أهمية كذلك العناية بلغة القرآن الكريم، وهي سيدة لغات العالم. طبعا في الحقيقة سؤال مهم جدا هذا، لأن الكثير من الطلبة يعتريهم مشكل وهو إتقان اللغة العربية. كيف لا؟ أنتم الآن مثلا طلبة مقبلين على مذكرة التخرج، مذكرة التخرج حتى تكون في مادة علمية، لكن أنت راح تكتبها باللغة العربية أحيانا. نعم احيانا من هناك يعني بعض المذكرات نجدهم باللغه الفرنسيه او الانجليزيه، لكن بشكل عام نجد ان كثير من المذكرات تكتب باللغه العربيه. فالمصحح ربما يدقق لك الاستاذ او المؤطر في الجانب العلمي، ليزانفورماسيون، المعلومات كذا، ولكن من ناحيه اخرى الأسلوب الأدبي لديه دور كبير جدا، المراجع كذا، اختيار الكلمات العلمية، ما يسمى بالمصطلحات الأدبية أيضا لديه دور كبير جدا. فإذا غفل الطالب الجامعي عن جانب اللغة العربية، كيف سيكون يوما ما محاضرا في مادة الفيزياء مثلا أمام تلاميذ أو أمام طلبته؟ كيف يمكن أن يتواصل مع الجمهور؟ لذلك القرآن الكريم جاء بوصية. القرآن نزل عربيا، نزل باللغة العربية الفصحى. إذا نحن لم نتقن اللغة العربية اليوم، فهل سيمكننا أن نتقن اللغات الأخرى؟ أو هل سيفتح الله سبحانه وتعالى لنا طريقا لإتقان اللغات الأخرى، حتى كما نقول بالإنجليزية البرونونسين، النطق بالإنجليزية؟ إذا الإنسان لم يتعلم أحكام التجويد، مخارج الحروف في اللغة العربية، ولم يتقن النحو والصرف، كيف سيمكنه في نطق اللغات الأجنبية الأخرى؟ فاللغة العربية أعتقد هي لغة العالم اليوم، مثلها نعم مثل الإنجليزية، لكن تبقى اللغة العربية لغة القرآن الكريم. والذي جاء أو الذي تعلم القرآن الكريم تعلم الفصاحة اللغوية، تعلم التواصل، تعلم أن يكون أسلوبه فصيحا، أن يكون لسانه فصيحا. فهذا هو الشيء الجميل الذي ربما يكون ثمرة من ثمار الإنسان في شخصيته، فلا يكون شخصية علمية فقط، حتى الشخصية الأدبية تلعب دور. والقرآن الكريم حينما يعلمك أحكام التجويد، حينما يعلمك الوقف والابتداء كما يعرف أستاذنا وأخي أكرم، حينما يعلمك كيف تبدأ القراءة، كيف تنتهي بالقراءة، كيف تعيش القرآن الكريم من حيث لفظه، من حيث دلالته، من حيث تصويره اللغوي وتصويره البياني. فإنك اليوم ستعيش في الحياة مصورا ومدققا. لما تتكلم مع البراءة تتكلم معهم بأسلوب، لما تتكلم مع الطفل الكبير تتكلم معه بأسلوب، لما تتكلم مع الشيخ تتكلم معه لما تتكلم مع أستاذ تتكلم معه بأسلوب، لما تتكلم مع فضيلة الأستاذ الإعلامي الله يبارك ما شاء الله تتكلم معها بأسلوب. ولذلك نجد أن حوارات الحياة الاجتماعية كلها مبنية على تعلم فهم القرآن الكريم. جميل. جميل. يعني أكيد